عسلامة الناس الكل. وصفتنا اليوم ملوخية تونسية، ملوخية بالعلوش، نودكم كان بيها ونودكم كان بالخير. طريقة سهلة مبسطة وباش نوريكم كيفاش تفوحوها باش تقعد نكهة لفاحات متاعها الكل ما تتبخرش وتبدا لنا بنينة كي نبداو ناكلو فيها. ديما نقول الوصفة اللي نحضرها على طريقتي، نخليكم على الفيديو. بسم الله يا ربي. عندي لهنا زيت 300 ملي زيت باش نصبهم الكل في الطنجرة وباش نحطهم فوق الغاز لين يسخن بالكدا مش يدخن، يسخن بالباهي اكاهو. هاكا قاعد يسخن بالكدا. نقولك كيفاش تو لهنا بعد ما سخن بالباهي باش نحط الملوخية متاعي. 150 غرام ملوخية، 150 غرام ملوخية، 8 مغارف يجيو بالمعرفة نتاع الماكلة. ونحرك بالكدا هاك الغزول لين تطلع الريحة نتاع الملوخية، تطلع الريحة متاع الملوخية وتذوب في وسط الزيت. هايك تولي تخش عليك صب عليها الماء. ريتو شنو باش نعمل لها الماء؟ باش نصب عليها الماء سخون. هاكا ماء سخون بالكدا معناه. بسم الله يا ربي. ونخلطها دوبة تبدأ تغليلي، ننقص في الغاز ونخليها تغلي على روحها. هذه هي طريقتي في الملوخية وأبن طريقة راهي تجي. كي تبدأ تغلي كيما هكا، ما هيك يغزروا لها كيفاش تغلي، نقصلها في الغاز ونخليها وساعة نحركها. كل بعد دريجين هكاك ربيع ساعة نجي نعمل لها تحريكة كيما هكا باش نخليو الملوخية تطيب وحدها بلاش اللحم. نقول لكم وقتاش نحطوا اللحم، نخليو الملوخية تطيب الساعة. هايك الغاز ناقص باش نغطيها، ما نغطيوهاش برشا باش ما تفورش، باش نغطيها كيف ما هكا ونخليها تغلي على روحها. راهي الملوخية تطيب على غاز ناقص، نار ضعيفة على الاخر، ما تطيبش على نار قوية. راه على قد ما تطيب على نار ضعيفة تجي ابن وتجي خير. وما نغطيوهاش هكا بكلها، هاكا نخليوه شوية منين تتنفس باش ما تفورناش. لهنا بعد ما غليت الملوخية شوية باش نرمي فيها اللحم من غير فاحة. الطريقة هذه بنينة وتجيكم تهبل باش نرمي فيها اللحم ونخليه لين يغلي كاكا نص طياب ومن بعد تالي نفوح عليه. الطريقة هذه تطلع الملوخية ياسر بنينة. راهو اللفاح متاعها تقعد النكهة متاعو معناها كي تفوحها في الاخر بالكل مش مع اللحم. جربت الحقيقة قداش من طريقة، والطريقة هذه ياسر طيارة وتطلع بنينة. نفوحها كيف معناها بعد ما يطيب لي اللحم تقريبا نص طياب، وقتها نفوح الطماطم نتاعي والفلفل واللفاحات وكل تشوفوهم معاي. خلي يطيب الساعة شوية اللحم نص طياب ومن بعد تالي نفوح معاكم. لهنا بعد ما غلي اللحم نص طياب شنو باش نحط؟ باش نحط الطماطم، باش نحط مغرفة نتاع ماكلة طماطم. اللي ما يحبش فيها برشا طماطم يحط شطر مغرفة يكفي. باش نحط الثوم هكا تضمن الملوخية متاعك لفاحات متاعها الكل تقعد ما تتبخرش، راهو تقعد فيها. باش نحط تابل وباش نحط فلفل احمر وباش نحط
شويه ملح، ما نكثروش خاطر الملوخيه راهي ما تحبش الملح، اما اني ما نحبهاش مسوسه الحقيقه. هذو هما لفاحات نتاعنا. وباش نحط ورقتين رند نخلطهم ونخليها لين الطيب، خليها لين الطيب وتركح على زيتها. هاني باش نقرب لكم باش تشوفوا وين وصل الطياب نتاعها. اللي ما يحبش يطيب بالطريقه هذه ينجم يفوح اللحم بالطماطم، الفلفل الاحمر، الزيت، التابل، الثوم، الرند، شويه ملح، ويرمي اللحم نتاعو ومفوح. اما راهي بالطريقه هذه تطلع ابن. راني اني كل مره كيفاش نطيبها بالطريقتي، والطريقه هذه ابن من الطريقه اللي تفوح اللحم وترميها مفوح. اكل اللفاح نتاعها الكل يتبخر وما يقعدش فيها كبنة لفاح نتاعها. فما ناس تطيبها بلاش طماطم، اني لا، ما نحبهاش الحقيقه بلاش طماطم، البنه نتاعها كمغيرفه الطماطم. ونزيدها شويه زيت، محكار فنجان مش حاجه كبيره، وباش نغطيها ونخليها لين تغلي وتقر الزيت نتاعها بالكدا بالكدا. هيك الملوخيه نتاعي بعد ما فوحتها باش نخليها كيكا تغلي على نار هاديه لين تقر لي الزيت نتاعها الكل بالباهي. وبعد تو نوريكم كيفاش باش نقدموها. والطريقه هذه كيف ما قلت لكم راهي بنينه ومضمونه وسهله زاده. تقعد لفاحات نتاعها الكل فيها، راهي ما يتبخر حتى فاح، تقعد بنكهتها وبنتها، مش كيما ترمي لفاحه مع اللحم الكل يتبخر ما يقعد حتى شيء. قلت لكم نطيب فيها بالطريقتين، الطريقه نخلط اللحم باللفاحه نتاعو ونطيبها، ونطيب فيها بالطريقه هذه. الطريقه هذه ابل كل واحد وطريقته، هذه طريقتي في الملوخيه. بديت تقر في زيتها لهنا هيك على نار هاديه، راهي هاكي بديت تقر في الزيت نتاعها لهنا. باش نطفي عليها صايي قرت زيتها هيك كيف ما تشوفوا. طفيت عليها. جربوا الطريقه هذه وماكمش باش تندموا، صدقوني ريحه وفيحه تهبل. اللفاحات نتاعها الكل قعدت فيها هاوكا، ركحت على زيتها بالباهي، ظاهر الزيت نتاعها هاوكا قرت زيتها بالكدا بالكدا. باش نخليها نغطيها ونخليها لين تهدى كيكه، ومن بعد نغرف في الصحن. كي تهدى يزيد يظهر الزيت نتاعها، يزيد يركح بالكدا بالكدا. تو باش نغطيها حصيل ونخليها تهدى، بعد نغرف معاكم. شوفوا لي اكل بنا، هذه ملوخيتنا قارة زويتتها كيف ما يلزم، طايبة في حقها بنا. ما نحكي لكمش، نودكم كان بالخير، والله نودكم وما نشاهيكم. جربوا طريقتي فيها وتفكروني ان شاء الله. يا ربي الفيديو يعجبكم، وان شاء الله طريقتي في الملوخية تعجبكم وتجربوها وتكتبوا لي اشنو رايكم.